ابو العدس والقرآن شبعهم بيبسي، اغرقهم بيبسي. ابو العدس ايش عبالك؟ والله شبعهم بيبسي، شبعهم بيبسي عبالك بس. أني ناشطة مارة محمد، اختطفت 8/11/2019 السنة اللي راحت. اختطفت قريب عن ساحة التحرير، أخذوني مكان مجهول وجهة مجهولة، أني ما أعرفها نهائيا. بقيت 11 يوم، أول 5 أيام 6 كانت مجرد تحقيقات. بعدها صاروا يطلبون مني أشياء أنا ما أقدر أسويها، من ضمنهم الفيديو اللي انتشر. الفيديو اللي انتشر هو كان تحت تهديد السلاح، والفيديو طويل. مو بس ما تكلمت بس عن عبد الله النائب الشيخ عبد الله، بعد اكو هواي نواب اني تكلمت عنهم، اجبروني انه اتكلم عنهم، وهواي شخصيات اني اصلا حتى ما اعرفهم. حتى النائب حجي او الشيخ عبد الله اني ما اعرفه شخصيا، لا من قريب ولا من بعيد نهائيا. وحدث العاقل بما عقل. هل من الممكن اني أخرج بهاي الكلمات البذيئة والرديئة وأتكلم عن شخصيات وعن نواب؟ يعني هل معقولة؟ لا. يعني ويا شخصيات يعني ممكن يعني تتوقعون أني أتكلم عنها وأني ما أعرفهم أساسا. حتى النائب الشيخ عبد الله أني ما أعرفه، وبعد أكو شخصيات هم تكلمت عنهم. الفيديو اللي مطلعيه مو طويل، بعد أكو ما أعرف. قالوا لي أول بداية قالوا لي استسجلين، قلت لهم أنا ما أقدر. كانوا يقولوا لي أوكي يعني ما تطلعي منا نقتلك. قلت لهم زين أوكي، أنا أفضل تقتلوني ولا أطلع بهاي الصورة الفضيحة. قالوا لي أصلا ما راح ننشره نهائيا، وهو أنت إذا ما طلعتي مظاهرات ما راح ينزل، ما راح ينشر. حتى أنا رحت ما طلعوني، رحت سافرت التركية، وفعلا ما كان اكو اي شيء ولا نشر ولا اي شيء. ليش هسه بهذا التوقيت نزلوه؟ ما اعرف. هل هم يريد يضروني، او لين قربت الانتخابات يريد يضرون هذول، يريد يضربوهم بيا؟ انا لحد الان ما مفتهمه شنو الموضوع. بس اني والله العظيم الفيديو كان تحت تهديد السلاح، واني كل اللي بالفيديو كان اجباري، وكل اللي بالفيديو اني ما اعرفهم نهائيا، حتى من ضمنهم نائب الشيخ عبد الله. الفيديو استمر لمدة 4 أيام، هم يعيدون بي ويلقنون بي حتى لحد ما أظهر بالصورة الطبيعية. لأنه بالبداية كنت يعني شكلي مو هذا، كان بعد أسوأ. هاي بعد التعديلات، وبعد جابولي حتى والله العظيم يعني عود على اساس مكياج مو مكياج، هو كان اصباغ هذه مال حياطين. قالوا لي انت مو ماكيره تقدرين تسوين من عندها وتخلين الوجهك. يعني قلت لكم بعد الفيديو طويل. بعد اكو ايضا اسم طالب الخربيط، بعد هو اسماء حتى ما اعرفهم، اني شخصيا ما اعرفهم لا من قريب ولا من بعيد، حتى ما اتذكر اسمائهم. قالوا لي تكلمي وتكلمي وهيش قولوا وهيش سويت وهيش رحت. وحتى بالفيديو سويتهم مقاطعي. الفيديو هو طبعا طويل، مو الكاميرا كانت ويا الكاميرا مخليلي ورقة هيش كبيرة هي مكتوب بيها. اني شو اسوي؟ قلت يعني جيت متأكدة، توقعت انه حينزلوه، فعلى مود حتى اوضح للناس حتى يشوفون. بالفيديو شو اسوي؟ ابوع للورقة وابوع للكاميرا، حتى الفيديو قلت مين ينزل يعرفون انه اني يعني مو الكلام هذا من عندي، هذا كان ملقن ومكتوب. بس هم ما منزلي كله، ما منزلي. بس يا طلبة يعني من ابناء شعبي مثل ما اني وقفت وياكم وطلعت وصار بيا كل هذا على مودكم، انه انتو هالمرة توقفون وياي، واي شي ينزل اي شي يرجع يصير مرة ثانية ما اريدكم تكونون ضدي وتفرحوهم، لان انا بحياتي ما كنت ضدكم، وتحملت اشياء وشفت اشياء الرجل ما يقدر يتحملها، وقلت ما يخالف وتهون كل الابناء شعبي. واللي ارجع مرة ثانية اطلبه من سيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انه انا حاليا
بالنسبة لك وحاليا بحكومتك انت وبمسؤوليتك انه تنظر في امري. انا هاي المرة الثانية طلعوني عن اهلي وطلعت عن اهلي وعفتهم. ليش؟ شنو ذنبي اني هسه؟ اني ما اريد اطلع لا برا العراق ولا اريد لجوء ولا اريد اي شيء. انا كل اللي اريد ارجع لاهلي بامان. اذا يقدرون يوفروا لي الامان حتى ارجع، واذا ما تقدرون هم قولوا حتى اطلع. واعتذر مقدما عن الاسماء اللي بعد اللي راح تنزل بالفيديو، الاسماء اللي اني حتى ما اعرفهم. اني ما اعرفهم، من ضمنهم حج الشيخ النائب الشيخ عبد الله، وهل يلقب بالشيخ نائب طالب الخربيط. وبعد والله العظيم يعني اني هواي شخصيات حتى ما اعرفهم. أنا أعتذر عنهم مقدما، بس كل هذا مو بيدي، كان تحت تهديد السلاح. فنطلب من كل شخص عنده غيرة إنه ينظر بأمري ووضعي بس. السلام عليكم. أريد أوضح شغلة بالنسبة للفيديو اللي نشر، دا يسيء لسمعة بنات بلدكم عامة، مو بس وحدة. خلوا ببالكم من دا يشوهون بصورة بنية اللي هي اسمها ماري محمد الناشطة المدنية اللي انخطفت. هذا الشي حرام يعني، وبنفس الوقت هي البنية مبين مدى تحكي هذا الكلام، يعني من وعيها مبين بدون وعي، مبين مشربيها مادة مخدرة وتحت تهديد السلاح لأن هي مخطوفة، ومبين نفس التيشيرت، ومبين العيون تعبانة. يعني مو امك يجوا على سنقة 10 طالعة قاعد تحكي هاي السوالف. فيا ريت نركز ونكون واعيين ونحفظ شرف بنات بلدنا العراق كافي، لا تشوهون بسمعتنا، لأن يمكن تتذكرون صارت حروب بسبب المرأة العراقية وشرفها، فلا تسمحون لأحد هيك يسوي.